كبيرة ممكن نقع فيها كلنا، وانا واحد منكم بعاني منها وعايز ابطلها. هي انك بتمسك الموبايل وانت سايق، تبقى ماشي على الطريق تركيزك 90% على الموبايل، وفين وفين تبص للطريق. كلنا فينا نفس العادة الوحشة دي، وانا منكم. حاول ابطلها. اي نعم، حتى لو انت متمكن وانت كويس وتعرف تسوق وحاسس ان انت عندك 4 عيون و15 ايد، وانا واد فرود ومركز مع الطريق ومع العربيه ومع الموبايل، وببعت لحد مسج على الواتساب وبرد وبنزل ستوري وبعمل غلط. وبقول لنفسي قبلكم هو غلط، وانا بعمله وبحاول ابطله. لان كذا مره اكون بس باصص في الموبايل وببعت لحد حاجه مش هتكمل ثانيه، برفع عيني بلاقي قدامي يا اما حد معدي بسرعه، يا اما عربيه كانت ماشيه جنبي وهو خد القرار ان هو يلف. لولا ستر ربنا تحصل كارثه. هعيد تاني، مسكه الموبايل وانت سايق غلط. اركن على جنب، حتى لو هتتعطل دقيقتين ولا دقيقه، اعمل اللي انت عايزه وسيب الموبايل من ايدك. هتقولي ببص على الجي بي اس، اللي ما عندكش حامل في الموبايل يمسك الموبايل ليك. حط الموبايل قدامك عند العدادات كده، او عند عداد السرعه كده قدامك، حطه واسنده، هيبقى مش هيقع، وهتبقى عينك جايبه الطريق وجايبه الجي بي اس. كذا حد عملها وانا شفتها ولقيتها كويسه. او في حامل بيتجاب يتحط في التابلو او بيتعلق هنا في المرايه، انت ممكن تحطه يعني تعلق الموبايل فيه، ما تمسكش الموبايل في ايدك خالص، هتودي نفسك في داهيه. انت بتقول ما تكلمش في الموبايل عشان ما تمسكش رادار. لا يا عم، تمسك رادار ولا تصور وادفع فلوس مخالفه، ولانك تعمل حادثه وتموت حد وانت تروح في داهيه وحد ملوش ذنب يموت، او تتخبط العربيه منك وتكلفك، او تخبط حد. مسكه الموبايل غلط. انا كذا مره تحصل معايا انا شخصيا واقول خلاص انا مش همسك الموبايل تاني بسبب الحركه دي. ايا كان اللي انت بتعمله، او بترد عليه على الواتساب، على الفيسبوك، على في ستوري، بتصور حاجه مهمه، بتعمل مش عارف ايه حاجه تبع الشغل وانت في الطريق، مهما كانت مش هتكون اهم من حياتك وحياه الناس اللي قدامك. عايز تمسك الموبايل لو خلاص بقى يعني حاجه مهمه جدا وانت واقف في الاشاره وعارف ان الاشاره فيها دقيقه، امسك الموبايل بسرعه، ابعت وسيبه جنبك بعد ما تبعت اول ما الاشاره تفتح. او لو الطريق واقف، ده لو حاجه مهمه قوي. غير كده بلاش. احنا عندنا الطرق مفتوحه والناس بتجري، وفي ناس بتستعبط، وفي ناس ما بتعرفش تسوق اصلا ومطلعه رخص وهي في البيت، فما يعرفش ان هو ممكن يكون ماشي جنبك مره واحده يكسر شمال يجي يمين، واحده تكون لسه ما بتعرفش تسوق وبتتعلم وانت مش واخد بالك. غلط اللي حوالينا بيبقى اكتر من الغلط بتاعنا. خلي بالنا كويس قوي 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 من اللي بيحصل، وبلاش مسكه الموبايل وانت سايق. انا ساعات كتير بفضل ابص حواليا يمين وشمال وانا سايق، وابص على العربيات حواليا، والله اكتر من 99% ماسكين التليفونات. اللي مش ماسك الموبايل ده يا اما تليفونه فاصل يا اما موبايله ضايع. كل ما ابص يميني شمالي كلهم ماسكين الموبايلات، وانا ببقى ببص عليهم وماسك الموبايل في ايدي. يعني مش فاهم الشيزوفرينيا اللي عندنا. فده غلط. لو انت عندك العاده دي زي كده، حاول تبطلها، او حاول تروح لدكتور موبايلاتي يبطل لك الموضوع ده، زي ما انا كده نفسي ابطله عشان خايف على نفسي وخايف على الناس اللي حواليا. اللهم بلغت اللهم فاشهد.